يوجدوا لنا في الاسبوع ان شاء الله، وان شاء الله غادي نحققوا الانتصار وغادي نعودوا للتاهل ان شاء الله من الجزائر. مرزوق واش ما كتشوفش على ان فريق الرجاء الرياضي ضيع بوج في مباراه اليوم؟ بيان سور قلت باننا الجمهور كان هو اول حافز لنا، كنا نرضيوه باي طريقه. شويه استيقاظ شويه ديال لاكتيفيكاسيون عند اللعابه، اللاعبين باغيين يدومينيو دغيا، هو اللي خلانا نونكيسيو دي بيوت ونعاودوا نرجعوا في المقابله. نتمنى على الله ان الماتش اللي ديال الروتور ناخذوه بواحد ليفيكاسيتي بواحد السيكوريتي كبيره ان شاء الله. مرزوق كيفاش غتعاملوا نفس الضغط اللي كان على الجزائر اليوم غيكون عليكم في مباراه الاياب؟ يعني واش عندكم هذه الامكانيه ديال التعامل مع الضغط هذا وترجعوا بالنتيجه ايجابيه؟ فريق الرجاء فريق عالمي وفريق كبير ومولف يلعب تحت الضغط، واخا نكون لاعبين مع فريق هو تشوف التيران ديما عامر، حنا مولفين بالضغط مولفين بلا بريسيون. الخصم هو اللي خصو يشد راسو لانه جاي فريق عتيد وفريق عارف التاريخ ديالو الجماهير ديالو. تنتمنى على ان الجماهير الرجاويه ترافقنا كما رافقتنا بزاف ديال البلدانات، ونتاكد على انها غادي تكون حاضره في الجزائر. مرزوق تعليق على العوده ديالك؟ الحمد لله، وانايا كنتمنى على نرضي الجمهور والزملاء ديالي ونتمنى الاضافه المطلوبه. الحمد لله انا سعيد بالرجوع ديالي، وكنعتبر الى بدرات مني شي حركه لا رياضيه ولا شي تصرف ما عجبش الجماهير المغربيه كنعتذر لهم. واش غنبقاو نشوفوا مثل هاد الاعمال هذه من مرزوق ولا مرزوق واحد اخر؟ الحمد لله انايا مرزوق واحد اخر، وانا راه هكاك في التيران راني المثل ديال ما تكونش هذاك الشيء تكون عفوي ما تنديروش معايا، وانايا هكاك حتى بغيت نخسر وصافي.